بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ترجمة للعلامة يحضيه بن عبد الودود. اسمه يحضيه ابن عبد الودود بن أبو بكر بن المختار بن أيوب، وأمه دية بنت الجبنان. ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 65 و200 وألف 1846 بمكان يعرف بفاوى قرب أوليقات شرقية مقاطعة وادي الناقة الحالية. وتوفي عنه والده في حدود 3 من عمره، فذهبت به أمه إلى العلامة الجليل إبراهيم محمد الفاري بن متالي، وكان شيخ والده عبد الودود. ودرس القرآن على عدة أشخاص، من بينهم عبد الله بن جمال القناني الذي يروى عنه أنه كان متحرجا من أخذ الأجرة عليه لسهولة الحفظ عليه. ودرس كذلك على العلامة الجليل المختار بن الملدالي والحسن بن زين صاحب حمرار لامية الأفعال بن مالك، وعلى أحمد بن محمد سالم. وكان محمد الثاني المتالي شيخه بالطريقة الشاذلية على واسطة المختار بن الملدالي. وأسس محضرته بعد ذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى بعد ذهابه من محضرة الحسن بن زين ومكثت 10 سنوات، وبعد ذلك ذهب إلى محضرته محمد سالم ومكث فيها 2 و7 أشهر، وبعد عودته منها أسس محضرته المرحلة الثانية. وكان موطن محضرته غالبا آبار تاغونانت وتسمى بلبالات. وقد حفظت الذاكرة الشعبية ونتف المدائح والآداب بعض الأماكن التي ازدهرت فيها المحضرة، ومنها الملوصي، ويقول فيه أوفى بن يحضيه: ورب وعزة في أطلال أربوعها بير الملوصي، وكم من شاعر مدحه. وفيه فجار يقول أبوه بن يسياد: ألا من لي وما أملي بخوصا تبلغني المبادئ، فالملوصى ديار للأولى أمروا وأوصوا بما أمر الإله به وأوصى. وبالضوء الاركعاب التي دفن عندها وفي فجار وتنادي، يقول العلامة الجليل محمد علي بن نعمة: شجاق البركمي ضحى تنادي، حمام بالبكاء لدى تنادي، وأذكره الحمام بها ربوعا بساحة الاركعاب وبالمبادئ. ومنها بتكافمة، ويقول فيه إمام بن عبد الحميد: سقى بير الهشيم وساكنه جدا جود يدوم مع السلامة. وقد تصدر على يديه كثير من العلماء، من بينهم ابنه المراط التاه ومحمد سالم بن الملدالي ومحمد عالي بن نعمة ومحمد عالي بن عبد الودود ومم بن عبد الحميد وأحمد بن كداه إلى آخر ذلك. ويقول مم في نظمه لحياة المراط التاه: وقد تصدر عليه جم مثل أبي وابن ومم والتاه نجو شيخنا المفدى وأحمد كبري نجو كدا إلى آخر النظم. وتوفي رحمة الله عليه سنة 1939 ميلادية، 58 و300 وألف هجرية، بمكان يعرف بأدريسية، يوم الاثنين. ويقول قليق من المتالي بقصيدة يرضيه بها مطلعها: حول ذات الكعاب أمسى مقيما، أي فضل ثواب ذاك المكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.